السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا ننفرد بخبر المدير الفني الجديد، والنهارده بقى اجيب لك افكار المدير الفني الجديد ومعسكر نادي الزمالك القادم وكواليس اجتماع الكاف يوم الاربعاء القادم غدا ان شاء الله، وشكوى ابراهيم نضاي وخبر مهم جدا جدا والعديد من الاخبار، ولكن ابقوا معنا. اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ كنت كلمتك من فترة كده على شركة الكورة وقلت لك أنا ولا مع ولا ضد، أنا لست إحدى أعضاء الجمعية العمومية، ولكن شرحت لك الموضوع بشيء من التفصيل وقلت لك إن اللي هيوزن الموضوع دوت جزء هيبقى مستثمر وجزء هيبقى مستثمر برضه ولكن تابع لنادي الزمالك اللي هو حازم إمام وعمرو الجنايني، والناس ديت هي اللي هتظبط الدنيا، بالإضافة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك أو نادي الزمالك نفسه اللي هيمثل 40% من النسبة. فإذا إحنا عندنا جزء هيوزن العملية مع المستثمر، مش هيتحد مع المستثمر ضد رغبة نادي الزمالك. وقلت لك إن هتبقى في عقود وكلام من ده عشان يقدروا يهندلوا الأمور ما بينه وبين شركة الكورة. يعني ما ينفعش واحد مثلا مستثمر يجي يمشي ليه نسبه 15% ولا 20% يقول لي انا ماشي ويجيب لي واحد مثلا يحطه لي يجي مثلا يعمل مشكله. وفي نفس الوقت لازم نفكر بنوع من المنطق، وقلت لك ان ده راجل مستثمر فهو جه دفع فلوس، فاستحاله مثلا ان هو هيجي يخرب الدنيا وياخد بعضه ويمشي مثلا لمجرد ان هو عايز يخرب نادي الزمالك. فالموضوع برده ما فيهوش نوع من المنطقيه عشان كل واحد بيدور برده على نفسه وعلى مصلحته. انت ممكن تلاقي واحد اداري زملكاوي ماسك مثلا، وحصلت كتير، ماسك اتحاد الكوره او ماسك مثلا وزير الشباب والرياضه، ما بيدورش على مصلحه نادي الزمالك، هو بيدور على المصلحه ككل، او بيدور على مصلحه الاقوى، او بيدور على مصلحه المنظومه. ففي الاول والاخر هو بيدور على مصلحته هو، ما بيدورش بقى على نادي الزمالك، لان هو دلوقتي اتحط في مكان فبيدور فيه على نفسه بالنسبه لموضوع شركه الكره. ولكن خلال الفتره اللي فاتت دي حصل اجتماعات، وانا واحد من الناس قلت لك ان ميدو عمل اجتماعات مع الجمعيه العموميه او بعض افراد الجمعيه العموميه، ولكن اللي بيحصل جوه الزمالك ده يا جماعه ملوش علاقه خالص بموضوع شركه الكوره. هو القصه كلها ان موضوع شركه الكوره، ولازم تركز في الموضوع ده كويس جدا، موضوع شركه الكوره ده هينقل نادي الزمالك نقله ثانيه، ولكن اللي هيجي يمسك وركز معايا في الكلام اللي بقوله لك دوت هيبقى ملوش لازمه. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني اللي هيجي يمسك نادي الزمالك مش هيبقى ليه صلاحيات زي ما انت فاكر، او عليه تسليط اعلامي زي ما انت فاكر. هيبقى اللي موجود كمجلس اداره لنادي الزمالك او كرئيس لنادي الزمالك ما عليهوش السبوت القوي اللي انت متخيله. ده هيبقى ساعتها راجل بتاع شمسيه وكرسي زي ما بيقولوا كده، وماسك الجزء اللي هو بتاع العاب الصالات. مش معنى الكلام اللي انا بقوله لك ان انا مع او ضد شركه الكوره، انا راجل مع نادي الزمالك. هل شركه الكوره ديت ممكن تفيد نادي الزمالك؟ احتمال كبير واحتمال كبير لا، لكن انا شرحت لك الموضوع بمنتهى الاريحيه، وانت عليك ان انت تشوف الوضع بنفسك. ولكن انا برضو كل ما بتظهر بعض التفاصيل او الامور ببتدي ان انا انقلها لك، ان احدى الحاجات اللي بتحصل داخل نادي الزمالك ده في نوع من انواع تكسير العظام. ظهور ميدو المفاجئ وكلامه مع الجمعيه العموميه ودخول بعض الاشخاص الانتخابات، فدي لعبه انتخابيه في الاول والاخر، لان مش من مصلحه ناس كتير داخله تتلمع ان شركه الكوره دي تبقى موجوده لان اللي هيبقى ظاهرين فيها اللي هم ماسكين شركه الكوره نفسهم، اللي هو المستثمرين الموجودين في شركه الكوره. انما رئيس نادي الزمالك نفسه مش هيبقى عليه السبوت. بالنسبه الاعضاء يا جماعه هتستفاد من موضوع شركه الكوره ان هي هتنفصل عن النادي، فكل الفلوس هتتضخ في النادي نفسه، فكل واحد ليه مصلحه في هذا الامر. ولكن احنا كجماهير كل اللي يهمنا ان محبوبتنا كره القدم داخل نادي الزمالك ان هي تبقى في اعلى شأن. وقلت لك وحكيت لك ان هيتضخ 700 800 مليون جنيه كل عام عشان الفريق يبقى موجود عنده زي ستوك ويقدر ياخد فلوسه بشكل مستدام داخل المنظومه اللي هيتم عملها، وهيبقى في ساعتها بقى حقوق رعايه، وهيبقى في مداخيل لنادي الزمالك، وفي نفس الوقت 40% هيخشوا للنادي نفسه او للمجلس اللي موجود ايا كان. انا شرحت لك الموضوع كده بمنتهى التفاصيل مع وجود بعض التفاصيل الجديده والاخبار والكواليس اللي وصلتني. ونبدا بقى خبرنا التالي والمدير الفني الجديد فوق ريزوفيتش، وانا يمكن شرحت لك كل التفاصيل الخاصه بهذا الرجل. ولكن قبل ما نتكلم برضو على هذا الرجل لازم نشكر كابتن معتمد جمال اللي خاض بنادي الزمالك واحد من اصعب المواسم ورغم ان انا
مع المدير الفني او مع معتمد جمال، ولكن انا شايف ان معتمد جمال كان ممكن يكمل مع نادي الزمالك خلال الفتره القادمه، خاصه في الازمه الماليه اللي موجود فيها نادي الزمالك. كان ممكن معتمد يكمل معانا، خاصه ان هو واخد معاك الدوري وقدر ان هو يقدر في فتره صعبه جدا ان هو ياخد معاك بطوله الدوري. ولكن جون ادوار له رؤيه اخرى، ومش عايز اتكلم اقول مثلا ان هو ليه حاجه معينه او كلام من ده، ولكن هي رؤيته. يمكن هو شايف اكتر مننا، شايف اللعيبه مش منسجمه مع المدير الفني مع معتمد جمال في كواليس احنا نفسنا مش شايفينها. ايا كان، طبعا بنشكر معتمد جمال على الفتره الرائعه اللي قضاها مع نادي الزمالك، وهو يبقى اسم من اسماء نادي الزمالك لو نادي الزمالك احتاجه خلال الفتره القادمه. ولكن خلينا مع المدير الفني الجديد فوق روزوفيتش. وانا قلت لك امبارح في الفيديو بتاعي ان هو واحد من المدربين القلائل اللي هو بيقدر يبني فرقه او بيقدر يتعامل معانا. طيب ايه القصه بقى؟ قصه ان انا اجيب مدير فني كبير ولا مدير فني يعني يقدر ان هو يتعامل مع الوضع اللي انا فيه. انا دلوقتي عندي مجموعه من اللاعبين، مجموعه اللاعبين اللي عندي في لعيبه عاليه قوي، في لعيبه نص نص، في لعيبه اقل من نص، في عندي ناشئين، العديد والعديد من المصنفات زي ما بيقولوا او الاوضاع. فبالتالي انت محتاج مدير فني من نوعيه خاصه. انت ما عندكش في الفرقه نجم واحد او نجمين او ثلاثه اللي موجودين في الفرقه، يمكن هو اخوان بزيره وعندك من بعديه ممكن فتوح. اغلبيه اللاعبين هتلاقوا يعني انصاف، يعني متوسطين المستوى، ولا هم عاليين قوي ولا هم نازلين قوي، ولكن هم مفيدين للفرقه بتاعتك. يبقى انا محتاج مدير فني يقدر ان هو يستغل اللعيب النجم اللي عندي دوت، ويقدر يعمل لي تحولات، ويقدر ان هو يعمل لي دفاع قوي، واقدر ان انا اتحول من الدفاع الهجوم، لان انا عندي اللعيبه مهاريا مش هي افضل شيء. اللعيبه فريق زي اتحاد العاصمه زي ما شفناه طلع كل ما عنده قصاد نادي الزمالك، لياقه بدنيه اعلى، لعب اعلى، وهم يستحقوا كونفدراليه، فرقه بتشتغل على التحولات الهجوميه، فهم فرقوا عن نادي الزمالك. اذا انا محتاج مدرب يتماشى مع الوضع اللي انا فيه حاليا. فانت جايب مدرب لهذه المرحله اللي بيعتمد على التحولات الهجوميه، وانا شفت له كذا فيديو بيعتمد فيه ان هو يقطع الكوره، مفيش بقى تحضير، مفيش الكلام ده، ولكن هو تحضير تحولات هجوميه من الدفاع الى الهجوم، دفاع قوي صلب، تحولات هجوميه بتقدر ان انت تهاجم وتقدر ان انت تجيب اهداف قدام الفرقه اللي قدامك. النظام بتاعه او السيستم بتاعه دوت لازم يبقى فيه مرونه، ما يقدرش يعتمد في كل مباراه على هذا الاداء الدفاعي، لان ممكن ينزل قدام فرقه دفاعيه، فالفرقه متعوده على ستايل معين، تيجي تهاجم فرقه ثانيه فتبص تلاقي ان مش عارفه تهاجم او مش قادرين ان هم يهاجموا، فبالتالي تقدر ان هي بمنتهى السهوله تقدر تفوز عليك. اعتقد ان المدير الفني دوت قدر ان هو يعمل اسماء كبيره جدا مع فريق الفيحاء، قدر يعمل اسم في السعوديه، قدر يعمل اسم في الامارات. بيسموا هذا المدرب يعني البعبع بتاع الكبار، بيقدر ان هو يلعب الفرق الكبيره. خد الكاس قبل كده، كاس خادم الحرمين من فريق الهلال السعودي، فهو مدرب كبير جدا 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 ومفيد لنادي الزمالك. قلت لك اهم جزء فني ان هو في بلده اللي هي الصرب، هو صربي، 4 مرات قدر ان هو يحرز الدوري مع فريق بارتيزان، وهو دوت يمكن الجزء الناصع جدا من تاريخه. وانا لما مدرب بيقدر ياخد دوري دوت بيفرق معاه قوي، لان لو قدر ان هو ياخد الدوري هيقدر ان هو ياخد اي بطوله. خد كاس خادم الحرمين بفريق متواضع اللي هو فريق الفيحاء السعودي، مع الظفر الاماراتي قدر يحقق برضه نتائج كويسه جدا، يعني فرق متوسطه قدر ان هو يحقق بيها انجازات. فانت لما هتجيبه مع الزمالك هيفرق معاهم كتير. نتمنى التوفيق مع المدير الفني. هنتكلم على فكره بخصوص طبعا المعسكر والعديد من الاخبار المهمه جدا جدا، ولكن تابع معايا، انزل اعمل اللايك واعمل الشير وشارك في القناه حتى يصلك كل جديد. نرجع مرجوعنا وخبر مستحقات اللاعبين، واللي اصبح خبر اساسي عندنا. وانا قلت لك ان في صداع في راس نادي الزمالك اللي هو خبر المستحقات بتاعه اللاعبين، وعايز اقول لك ان ده احدى الاسباب اللي عملت مشكله مع نادي الزمالك في المعسكر التدريبي. وفعلا في حاله من الغضب الشديد، واللعيبه مش عايزه تنزل المعسكر الا ما تاخد فلوسها. ولكن انا ببشرك ان نادي الزمالك ان شاء الله مع نهايه الاسبوع اللي هو خلاص بعد بكره هيبقى موجود في حسابات اللاعبين ان شاء الله جزء من مستحقاتهم عشان يبداوا بقى المعسكر لنادي الزمالك. ولا اقول لك المعسكر فين والدوله نفسها، ولكن خليك معايا.
خبرنا التالي بقى وخبر مهم جدا 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 بخصوص الرخصه الافريقيه. وطبعا احنا قلنا نادي الكسندرا كان نادي الزمالك بيتفاوض معاه بحيث ان هو يقسط له، ونجح نادي الزمالك ان هو يوصل لموافقه النادي ان هو يقسط لمبلغ، يقسط الفلوس بتاعته على قسمين او على قسطين، وقدر ان هو يوصل معاه لنتائج متقدمه. وهيتبقى شكوى ابراهيم نضاي. ولكن انا اقول لك على مفاجاه من العيار التقيل بقى، ان ابراهيم نضاي راح اشتكى نادي الزمالك في الكاف وقال لهم ان انا ما خدتش فلوسي، فبناء عليه ما طلعهمش الرخصه الافريقيه. طبعا يا جماعه ما فيش واحد اجنبي، احنا عندنا 16 داخلين في 21 ولا 22 قضيه، ما فيش واحد اجنبي عمل كده، ما فيش نادي عمل كده. راح بعت للكاف قال لهم يا جماعه اللي ليا فلوس ما تدهمش الرخصه الافريقيه. فطبعا كانت صدمه بالنسبه لمجلس اداره نادي الزمالك او لنادي الزمالك ان ابراهيم نضاي عمل كده. والحقيقه ده اصبح واضح وجالي للي هو مش شايف خالص ان اللاعب نفسه مزقوق على نادي الزمالك، وان هو قاصد يعمل كده، هو عايز ياخد المليون و700، وان موضوع العقد ده كان فعلا مقصود مع اللاعب، والبند اللي مقصود الموضوع ده كله يا جماعه مقصود لنادي الزمالك لايقاع نادي الزمالك. ولكن ان شاء الله نادي الزمالك يقدر يسدد له الفلوس ويقدر ان هو ياخد الرخصه الافريقيه. طيب هتيجي وتقول لي طب الزمالك هيبقى مصادره ايه؟ عندك 1.5 مليون بتوع حسام عبد المجيد، ويمكن اتكلمنا فيهم وقلت لك ان هم كانوا يدفعوهم لابراهيم نضاي، ولكن ابراهيم نضاي قال لك ناجله شويه لسه لغايه يوم 25 قال الرخصه الافريقيه، او نادي الزمالك هيقدم بخصوص موضوع الرخصه الافريقيه. فاحنا ممكن بقى ندي جزء لمستحقات اللاعبين وجزء هيبقى للمدير الفني. ده جزء. الجزء الثاني يا جماعه فلوس الكاف، وبرده فلوس الكاف عليها علامات استفهام كبيره جدا، لان انت لغايه دلوقتي ما بعتلكش الفلوس اللي هي نادي الزمالك محتاجها بعد ما كسب القضيه بخصوص العقوبات اللي كانت على نادي الزمالك، واللي وصلت لمبلغ كبير جدا جدا، حوالي نادي الزمالك مجمل $250 مليون، فمبلغ كبير نادي الزمالك محتاجه. ولكن برضو تاخير الكاف اللي هو يعتبر خزائن بتاعته يعني مليانه عن اخرها، فازاي مبلغ ضئيل زي ده مش قادر يحوله لك حتى الان؟ فدي برضو علامه استفهام كبيره جدا جدا. بالنسبه للمستحقات اللي هي في كاس العالم، فالمستحقات ديت ممكن على نهايه العام نادي الزمالك يقدر ياخدها بعد بقى ما يسووا حساباتهم ويصفوا الامور بتاعتهم، فممكن تجي لك على نهايه العام المبلغ المرصود لنادي الزمالك، وده حوالي من 500 ل 600 الف دولار، بالاضافه طبعا لاصابه فتوح داخله في الامر. دي المصادر بتاعتنا خلال الفتره القادمه. وهقول لك دلوقتي برضو لو نادي الزمالك قدر يخلص الرخصه الافريقيه، الفلوس دي بقى لو جت متاخره هيعمل فيها ايه خلال الفتره القادمه. طيب ناس هتتبادر ليها وتقول لي مثلا موضوع حقوق الرعايه، هو فين يا جماعه موضوع حقوق الرعايه؟ طيب انا عايز افهمك ان حقوق الرعايه لما المجلس جه كانت حوالي 40 مليون جنيه، ولكن بعد بقى ما بدات حقوق الرعايه تتهافت على نادي الزمالك ووصلت لسبع رعاه حتى الان، وصلت ل 160 مليون جنيه، انت متخيل سنويا. ولكن نادي الزمالك دلوقتي اصبح بطل الدوري المصري، فبالتالي في تعديل بقى في العقود، لان انت هتشارك في دوري ابطال افريقيا وانت بطل الدوري المصري، ونادي الزمالك جاي له حقين رعايه جداد. ولكن هناك بعض المخاوف من العمليه الانتخابيه، وانا قلت لك في بدايه الفيديو ايه، خلي بالك علشان موضوع اللي هيشارك في الانتخابات القادمه هيبقى تاثيره كبير جدا جدا على حقوق الرعايه. فطبعا بعض اللي هم كانوا داخلين من ضمن ان هم يبرموا عقد مع نادي الزمالك بدا يحصل تخوفات. افرض احدى الشخصيات ديت او الشخص ده مسك نادي الزمالك او نجح، احنا هيبقى موقفنا ايه؟ فسخ تعاقد، وهنخش بقى في قصه في دايلما. فطبعا هم بيحاولوا بقدر الامكان ان هم يقللوا المخاوف دي بتاعه الرعاه، عشان نادي الزمالك محتاج فلوس خلال الفتره القادمه. نتمنى ان شاء الله الموضوع تتحل الاشكاليه. طبعا الموضوع ده من الكواليس وصعب ان انت هتلاقي حد هيكلمك في الموضوع ده، ولكن انا اعلنت لك عده مرات ان في شركتين راعيتين، وقلت لك برضو نايل من ضمنهم، ولكن حتى الان لم يتم الاعلان عن الرعاه الى الان بسبب هذا السبب. تعالى بقى والاجتماع الكاف قال لك ان هو هيجتمع بكره. طيب الاجتماع ده يا جماعه كواليسه ايه؟ الاجتماع ده مفيش المكتب التنفيذي نفسه، انا قلت لك ان بيبقى فيه اجنده بالنقط اللي هيتكلم فيها متسبي او الاجتماع نفسه او اللي هيدور حواليها الاجتماع، ولكن لا توجد اجنده حتى الان. والاجتماع نفسه فيه نوع من الغموض. طيب بالنسبه هيطلع رئيس الكاف يتكلم في ايه؟ ناس بتقول لك ان هو هيتكلم في العديد من المواضيع زي موضوع الفار، زي زياده المنتخبات، حقوق الرعايه، كل الكلام ده. هل هيتذكر في موضوع زياده عدد الانديه؟ محدش عارف الى الان. ولكن طبعا اي اجتماع بيشموا خبر يطلع يقول لك الحق ده هيعلن، الحق ده في ضغط، الحق الكاف.
ولكن لغايه دلوقتي انا بقول لك من مكاني دوت لسه يا جماعه مفيش تاكيدات ان هيتم مشاركه احدى الانديه مع في دوري ابطال افريقيا. هيشارك في جنوب افريقيا وفي المغرب، وهيشارك في تونس، وهيشارك في مصر. وانا الحقيقه واحد من الناس مستعجب جدا ان واحد يطلع يقول لك الزمالك هيتضرر ايه. انا اقول لك الزمالك هيتضرر ايه. الزمالك هيتضرر رقم واحد ان هو اول مجموعه. يعني هم دلوقتي التصنيف بتاعهم من غير الاهلي هم الاربعه الاولانيين، نادي الزمالك هيبقى متصدر مجموعه لان الاهلي من ضمن الاربعه الاوائل. فلو دخل الاهلي بشكل مباشر نادي الزمالك مش هيتصدر مجموعته، ودي في حد ذاتها انت عارف ان هي مهمه جدا في دوري ابطال افريقيا. لما انا بتصدر مجموعتي، لو انا ما تصدرتش مجموعتي معنى كده ان انا ممكن اقع مع سان داونز، ممكن اقع مع الاهلي، ممكن اقع مع اي فرقه بقى من الفرق اللي اعلى مني، فهتبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه لنادي الزمالك، لان انت ما تعرفش الفرقتين التانيين برضه هيبقى ايه. بالاضافه ان انت هتشارك مين يا جماعه؟ ده انت هتشارك فرقه من المغرب، وفرقه من تونس، وفرقه من مصر، وفرقه من جنوب افريقيا. وارد جدا ان انت يبقى معاك في المجموعه، هيبقى معاك اول وفي نفس الوقت واحد من الاربعه دول، لان هم ممكن يخشوا تصفيات وممكن يوصلوا. فوارد جدا ان انت يبقى معاك مثلا فرقه درجه اولى ومعاك فرقه ثانيه من الاربعه دول. فالزمالك يا جماعه مضرور ضرر مباشر في هذا الامر. يطلع يقول لك هو الزمالك هيخسر ايه؟ او الزمالك ايه مشكلته؟ بالاضافه الى الاستاذ هاني ابو ريده. انت كهاني ابو ريده يعني ازاي انت يعني مقترح زي ده ما ترجعش لرابطه الانديه المصريه في حاجه زي كده؟ انت هتضيف ناديين تقول له العب في كونفدراليه ودوري الابطال، وفي نفس الوقت يلعب في الدوري المصري. يعني انت بتتكلم على 6 انديه، 3 دوري ابطال و3 كونفدراليه. احنا كنا زي ما بيقولوا كده غرقانين في اربع فرق، فانت ما بالك لما يبقوا 6 فرق؟ هيتم جدولتهم ازاي؟ او الامر هيتم برمته ازاي؟ فشيء غريب جدا وعجيب جدا لمجرد ان نادي واحد يخش يبوظ منظومتين، منظومه افريقيه ومنظومه محليه لدوله. فشيء غريب جدا جدا جدا. ولكن هنشوف الاجتماع هيحصل فيه ايه بكره وايه اللي هيكون. وخلي بالك ده لو في اجتماع اصلا، وهنشوف تجديد العقود. طيب انا كلمتك قلت لك ان تجديد العقود نادي الزمالك، قلت لك المصادر بتاعه الدخل بتاعته، ولو اتبقى فلوس هيحصل فيها ايه؟ هيبقى لتجديد العقود. وعايز اقول لك ان نادي بيراميدز عارض على فتوح ان هو يجي نادي بيراميدز، ولكن نادي الزمالك عارض 2.5 مليون دولار علشان بيراميدز ياخد فتوح. طيب انت هتقول لي 2.5 مليون دولار دول قليل جدا. نفس القصه اللي قلتها لك مع حسام عبد المجيد، ولكن حسام عبد المجيد مدافع. اللاعب فاضل في عقده سنه واحده فقط لا غير. فانت عشان تبيع لاعب باعلى سعر وهو فاضل له سنه دي صعبه جدا. فنادي الزمالك عارض عليهم، ولكن ان شاء الله اللاعب يجدد مع نادي الزمالك. وعندك تجديدات مهمه جدا، عندك ناصر منسي، عندك 3 حراس مرمى، وفي نفس الوقت انت معكش فلوس عشان تديها للعيبه دي كمقدم عقود. فنادي الزمالك ده تخطيطه خلال الفتره القادمه ان شاء الله ان هو يقدر يجدد العقود مع هؤلاء اللاعبين قبل شهر 1. كلمتك بقى عن افكار المدير الفني، وكلمتك عن المشكله بتاعه اللاعبين، وقلت لك هتخلص اخر الاسبوع دوت، وان شاء الله بقى هيبدا المعسكر اللي هيبقى موجود فيه المدير الفني القادم السربي اللي بيسموه الذئب السربي مع الفريق. والحقيقه كان معروض على نادي الزمالك 3 معسكرات، واحد في السعوديه، وواحد في تركيا، وواحد في اسبانيا. السعوديه شايفين ان الاجواء مش هتناسب نادي الزمالك في السعوديه، وان الاجواء الاوروبيه افضل بكتير، فبالتالي اصبح قدامنا تركيا واسبانيا. ولكن اسبانيا المردود المالي مش هيبقى بالشكل الكبير قوي، ولكن في تركيا هيبقى مردود مالي اكبر، فتم اختيار تركيا كافضل شيء علشان الفريق يعمل معسكره. طبعا فتره عدم وجود مستحقات هي اللي ادت ان حتى الان تم التاجيل. في التاجيل لو تفتكر انا قلت لك 1/7 هيبدا المعسكر، احنا بنتكلم النهارده في 21/7. كل التاجيلات دي بسبب ان ما فيش فلوس في الزمالك، ولكن المعسكر كان المفروض يبدا مع بدايه هذا الشهر، ولكن التاجيلات ديت هي اللي ادت لهذا الامر. ونتمنى بقى ان هو يكون معسكر مثمر ان شاء الله خلال الفتره القادمه. بهذا الخبر ينتهي الفيديو، ولم تنتهي اخبارنا، وعلى وعد باللقاء. لو المحتوى عجبك اعمل اللايك واعمل الشير وشارك في القناه حتى يصلك كل جديد. دمتم سالمين.